الطاس كيرد على اتحادية الجزائر بخصوص النزاع اللي تم التقديم ديالو من طرف الاتحادية حول موضوع اللي تابعتوه كاملين في الآونة الأخيرة حول نهضة بركان والانسحاب المتتالي لاتحاد العاصمة الجزائري. المحكمة الرياضية أو كما تعرف باسمها المختصر الطاس قررت على أن الخطأ كاين من اتحادية الجزائر اللي دخل السياسة في الرياضة، وأن نهضة بركان من حقه يلعب بخريطة ديال بلاده، وأن الخريطة معترف بها وما كاين حتى مشاكل سياسية، وبالتالي اتحادية الجزائر كيخالف كاع القوانين المتفق عليها والعقوبات ستكون وخيمة جدا. وغادي تبدا من معاقبة اتحاد العاصمة، ويقدر ما يوليش يشارك لمدة عامين في أي منافسة قارية، وتقدر تسالب معاقبة اتحاد الجزائر كامل. يقدر المنتخب الجزائري ما يلعبش حتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وبالتالي ما غاديش يتأهل لكأس العالم. هذا كيتعتبر من أقصى العقوبات اللي تقدر تنزل على اتحاد الجزائر، واللي غالبا محال واش غادي يلعبوا الكان 2025 واللي بالمناسبة غيدار في المغرب، مع وجوب غرامات مالية قاسية على اتحاد الجزائر، والمطالبة أيضا بتعويض الكاف على الخسائر المادية اللي تعرض لها، بحيث أن المباراة كانوا فيها إعلانات، كانوا فيها مستشيرين، وكانت مخصصة لها ميزانية، وهذه الميزانية كيتم تعويضها عن طريق المشاهدات والمباريات اللي غادي يتفرج فيها المشاهد والمشجع. وبالتالي راه جوج مباريات ما تلعبوش إذا هناك خسائر مالية كبيرة تعرض لها الكاف بسبب عدم لعب مباراة نصف نهائي. هذه الخسائر هذه فرا الوحيد المطالب بالتعويض ديالها هو اتحاد الجزائر. خلاصة القول اتحاد الجزائر غادي ينزلوا عليه عقوبات قاسية جدا. كان معكم بوحمال نيوز، إلى خبر آخر، ولا تنسى فأنت مصدرنا الأول.